الاستثمار العقاري مش مربح في الوقت الحالي، والعقارات سعرها هينزل. العقارات عليها اشاعات كتيره جدا الفتره اللي فاتت. تعالى بقى معايا اقول لك اكتر 4 اشاعات ماشيين في الوقت الحالي. اول حاجه ان العقار سعره ممكن ينزل في اي وقت، ودي بنسمعها بقالنا سنتين ثلاثه، وطبعا الكلام ده ما بيحصلش لان دايما في استثمارات جديده ومشاريع جديده، والاسعار بتزيد سنويا من 35% ل 50% كمان، وده طبعا رقم مرضي جدا وبيعدي معدل التضخم في الوقت الحالي طبعا. واللي قال كده من سنتين هو لحد دلوقتي مش عارف يشتري وبيقول يا ريتني اشتريت. تاني اشاعه وهي ان الاستثمار العقاري ما بقاش مربح زي زمان، وده طبعا مش حقيقي خالص، لان عندنا الار او اي وصل معانا في بعض الاماكن لحد 15 و20%. ده الاقسام الاداريه الجديده والساحل الشمالي وبعض الاماكن في التجمع الخامس. ثالث حاجه ان العقارات كلها نصب ومفيش حد بيشتري الا وبيتنصب عليه. طبعا ده مش حقيقي، طول ما في مطورين اقوياء وليهم سمعه وليهم ثابت اعمال قويه هتقدر تشتري معاهم بمنتهى البساطه. بس الفكره انك تبقى عارف انت بتشتري ايه ومع مين، لان مش كل الناس زي بعض. اما بقى رابع واخر حاجه ان الاسعار كده جابت اخرها وهتثبت ومش هتزيد تاني. طبعا الكلام ده برضه بنسمعه بقالنا اكتر من 5 سنين، وكل لما العقارات توصل لرقم معين يقول لك مستحيل تزيد تاني، وبتزيد 10 و20 و30% كل كوارتر بس. فاوعى تقع في فخ الاشاعات وتمشي ورا الترويج لفكره او اشاعه مش مظبوطه. انا مستشارك العقاري بقدم لك دايما الحقائق والنصايح السليمه، وبعرفك الحقائق عشان ما تقعش في فخ النصب او الاشاعات. اعمل لي كومنت بكلمه اشاعه لو محتاج اي مساعده او استشاره مجانيه في العقارات.